في سنة 1999 كان في طالبة اسمها زينب، كانت بتدرس الطب في جامعة صنعاء، وكانت بتسمع كتير من صحابها إن هي ممكن تشتري أي عضو بشري مقابل الفلوس، واللي بيقدم لها الخدمة دي واحد اسمه محمد آدم، وهو شخص ودود وعلى علاقة طيبة مع دكاترة الجامعة، وياما ساعد طلبة كتير منهم، فراحت له وطلبت منه جمجمة بشرية، فطلب منها فلوس فادتها له. بس بعد فترة ولما جه الميعاد اللي المفروض يديها فيه الجمجمة بدأ يتهرب منها، ففضلت تزن عليه وهددته ان هي هتفضحه ان هو مرتشي، وخد منها فلوس علشان يديها عضو بشري. فقال لها خلاص تعالي لي المشرحة بالليل وانا هديك اللي انت عايزاه. فزينب قالت لامها ان هي رايحة لمحمد المشرحة علشان تاخد منه عضو. بس بعد كده زينب ما رجعتش، فامها قلقت عليها وراحت تبلغ الشرطة، وقالت إن آخر مشوار كانت رايحة لمحمد المشرحة، ومن بعدها ما رجعتش. فالحكومة استدعوا محمد علشان ياخدوا أقواله، ومحمد أنكر اللي هو شاف زينب أصلا أو اتعامل معاه، فالحكومة ما كانش فيه أي دليل فأفرجوا عنه. بس بعد فترة صاحبة زينب كانت نازلة لمحمد المشرحة علشان تاخد منه عضو كالعادة، اتفاجئت ان شنطة زينب موجودة في ركن معين، فبتتوتر جدا وبتطلع وبتسيب محمد لوحده. بعد كده بتروح لأم زينب وبتبلغها باللي حصل، ومن بعدها أم زينب بتروح وبتبلغ الشرطة على اللي صاحبة زينب شافته، والشرطة فعلا بيروحوا وبيقبضوا على محمد. بس الغريبة الحكومة لما راحت قبضت عليه في المرة التانية لقت عنده كوارث، ومن بعدها بيبتدي معاه التحقيقات وبيضغطوا عليه. بس المفاجأة مش هنا، المفاجأة ان هو بيعترف بجرائم بشعة جدا ومحدش كان متخيلها. طب ايه اللي وصل محمد لكده، وايه هي الاعترافات اللي قالها للشرطة بعد ما قبضوا عليه؟ بس قبل ما نبدأ يا ريت كلنا ندعي لاخواتنا في كل البلاد العربية ان ربنا يصلح حالهم جميعا ويفك عليهم الكربة. وقبل ما نخش في الفيديو يا ريت تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك لان ده بيساعدني كتير. محمد آدم وهو عنده 7 سنين أمه تعرضت لجريمة اغتصاب، فأبوه لما عرف جاب اللي اغتصبها وقتله قدام محمد، وكمان مثل بجثته وبعد كده دفنه. ومن بعدها محمد كبر واشتغل في مشرحة أم درمان في السودان، وكان تخصصه إن هو بيغسل الموتى اللي بيكونوا في المشرحة. فضل شغال لفترة كبيرة لحد ما اكتسب الخبرة، ومن بعدها قدم في الكويت واتقبل في أكبر المستشفيات هناك. فجت سنة 95 رجع تاني على السودان، ومن بعدها اتنقل على اليمن فاشتغل مغسل في مستشفى صنعاء. ومن بعدها عمليات الاختفاء بدأت تظهر كتير جدا، وكل الجرائم اللي كانت بتحصل أو كل البلاغات اللي كانت بتتقدم كانت بتتأيد ضد مجهول، لأنهم مش عارفين الطلبة بيروحوا فين، وخصوصا الطلبة البنات. محمد وهو هناك حب يعمل علاقة طيبة مع الدكاترة ومع الطلبة، وفعلا قدر يبني علاقة طيبة ما بينهم. وكمان الطلبة كان أي واحد منهم بيحتاج أي حاجة كان بيسأل محمد فيها، يعني اللي عايز أي عضو بشري كان بيسأل محمد فيه ومحمد كان بيديهوله. وكمان كانوا بيدوله فلوس علشان يديها للدكاترة علشان تنجحهم في الامتحانات أو تديهم درجات تانية أعلى. وكمان كان بيبيع الشرايط اللي بيتقدم عليها المحاضرات بتاعة الدكاترة واللي بيكون فيها الامتحانات كمان بتاعتهم. وكل اللي كان بيعمله ده كان بطريقة غير قانونية، كل ده قدام الجرائم اللي بيعملها بعد كده ولا حاجة، لأنه هو فعلا شيطان بشري ماشي على الأرض. ونرجع هنا للقصة اللي قلناها في البداية، قصة الطالبة العراقية زينب اللي كانت طالبة منه جمجمة علشان يديها لها. فزي ما قلت لكم في البداية ان هو كان واخد منها فلوس، فلما هددته قتلها، وما قتلهاش بس، لكن بعد ما قتلها اغتصبها وقطعها وبدأ يبيعها للطلبة، والأجزاء اللي اتبقت منها حطها في مادة معينة هو كان عاملها كانت بتحفظ الجثث. وزي ما قلت لكم ان هو اعترف على نفسه قدام الشرطة، ده كمان بيعترف وبيقول ان هو قتل اكتر من 28 بنت، منهم 10 في السودان. ده كمان بيعترف ويقول ان هو كل ضحية كان بيقتلها كان بيقطعها وبيبيعها للطلبة، والاجزاء اللي كانت بتفضل كان بيطلب من رئيس الجامعة ان هو ياخد تصريح بدفن الاشلاء اللي ملهاش اي هوية علشان عاملة ريحة وحشة في المشرحة، وكمان مفيش اي استخدام ليها من الطلبة. فكان فعلا بياخد التصريح وبيروح يدفنهم. بس المرعب الاشلاء اللي كانت موجودة وبيروح يدفنها كانت طلبة من الجامعة اللي هو قتلهم وبعد كده
وبعد كده قطعهم وباعهم. انت متخيل اللي كان بيعمله ده؟ كمان اخترع مادة كانت بتدوب العظم والجلد وما بتخليش اي اثر للجثة. انت شايف الفكر بتاعه كان واصل لحد فين؟ ده كمان الشرطة لما راحت قبضت عليه في المرة التانية لقت اجزاء معروفة ولقت اجزاء كتيرة جدا مش معروفة ليها الهوية، والاجزاء دي كانت محطوطة في مادة حافظاها من التحلل. ده كمان كان في علاقة ما بينه وما بين واحدة انه يقدر يبيع الذهب من اللي بياخده من الضحايا. فجه في مرة اختلفوا على الفلوس، ساعتها كانت حامل منه فقتلها وفتح بطنها وبعد كده طلع الجنين وحطاه في مادة علشان ما يتحللش، علشان لو اي حد طلب منه جثة طفل يقدر يديهاله. انت متخيل؟ بس المرعب في كلام محمد ان هو قال كان بيتعامل مع منظمة كبيرة لبيع الاعضاء، ومش بس كده، ده كمان المنظمة دي كانت بتطلب منه حاجات معينة كان بيعملها. ده كمان في ضحايا كتير ما كانش بيستكفى بقتلهم وتقطيعهم وبس، ده كان بيخطفهم وبعد كده بيمثل بجثتهم. انت متخيل الشخص ده كان واصل بيه الجنون لحد فين؟ ده اكيد مش انسان بشري، ده شيطان بشري. يعني كان بيقتل الطلبة وبيكتبهم وبيصورهم وبيقطعهم وبيبيعهم، ولا عنده أي رحمة ولا حتى دين. ده من فجره يا مؤمن اعترف إن كان في مرة معرض مشاريع للطلبة، والمعرض ده كان بيعرضوا فيه أجزاء من الجثث مش حقيقية، فهو طلع أجزاء من الجثث الحقيقية وكان حاططها في المعرض. ده كمان قال إن أنا كنت بستمتع باللي أنا بعمله. أنا مش عارف الشخص ده دينه فين ولا مخه كان فين. وفي سنة 2005 تم إعدام محمد آدم في ميدان عام. ولهنا يكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش لو الفيديو عجبك تشترك بالقناة، ودي فيديوهات تانية انا برشحها لكم، وقولوا لي لو في فيديوهات تانية عايزين ان انا اعملها يا ريت تقولوا لي عليها. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وسلامات.